يحكيوا على سيدي بوقفة. قال لك في بر ترك وقت سلاطين آل عثمان قبل الجمهورية وهالنظام الجديد، وقت اللي كانوا يلبسوا الشاشية المجيدي والكشطة والقفطان والشلاغم مبر ما تكتف جمل، كانوا ترك يقولوا ياسب الأولياء والصالحين ويستعقدوا في الزوي ويوعدوا ويزوروا ويهديوا. قال لك ثم زاوية في بحيرة لنظول فيها شيخ رجل كبير لحيته بيضة كيف سبايك الفضة على صدره، 3 سبح في رقبته والكعب بتاعهم قد البوتشي، ميعاد وخوان وبيوت ملاية بالسكان زيار جايين من كل بر، هذا جايب ثور وهذا جايب علالش وهذا قمح وهذا شعير وهذا سمن وعسل وهذا دجاج وعظم، والداخل ياكل والخارج ياكل، النار ما تطفاش، وكل فطور وكل عشاء تخرج قصاعي الكسكسي والمسلان، يعني زاوية تطعم كما يقولوا، مستعقدين فيها ياسر سكان هاك البر هذاك الكل، واللي تتقضى له حاجته لازم يجي مدحبن زاده بالغنم ولا بالبقر ولا حاجة وبالحراير والزرابي والبطاطن والفلوس. انهار الشيخ كلف واحد من الخيوان متاعه بقضية باش يمشي للبلاد الفلانية كيف ما نقولوا لزمير، أعطاه إبهيم كان الله وقال له اركب على البهيم هذايا وامشي هكا بالمرحلة بمرحلة حتى توصل. اركب بالراس وشد الثنية، النهار الأول الثاني الثالث هاك البهيم هذاك ثقلت ساقه ولا يمشي بالخطيوة، ومنها ولا يتعثر، ومنها حشاه خشمه في القاعة وبرك. أهبط الراجل جاي قاعده ويلقى البهيم مات. كيفاش مش يعمل قال كي هات الساعة نردمه ويعمل الله دليل، حفر له حفرة وردمه وقعد يخمم كيفاش مش يوصل لهالبلاد اللي بعثوا لها الشيخ، مش يمشي على ساقيه قداش تحب له باش يوصل، زعما يتعداش بعض الفارس يركبوا معاه. هو هكا قاعد ويدو على خده ويخمم، والعجاجة قامت والغبابة تطاطر للسماء والدريز كأنها محلة جاية، بدات تقرب بشوية بشوية حتى وصلت، وبدا يشوف شنو خيل تتراكض وصبايحية شاهرين السلاح وكروسة راكب فيها باشا قدرني قدرت والله متاع هاك البلاد هذيك، ماشي للباب العالي لاسطنبول، بعث له السلطان باش يجي يقابله في قصر يلدز. كيف وصل على حده قال وقف يا كراسي، تشبيك يا ولدي؟ قال له يا سيدي بهيم الشيخ الدوام لله مات لي في الخلاه هذايا، ما لقيتش شكون يعاونني، هاني كنت توا ندفن فيه. الباشا من الدريز بتاع الخيل ومن الهرجة هذيك ما سمعش مليح، ما سمعش كلمة بهيم، سمع الشيخ، مشى في فكره راجل ولي صالح مات ثم على غفلة، واش أحسن من اللي يموت هكايا على غفلة من غير مرض ومن غير تعب ومن غير ما يملوه أهله. ظهرت له هذيك من أشاير الشيخ من أهل الجنة يعني. قال أنا ماشي لمولانا السلطان ابعث لي ما نعرفش علاش، اسمع يا مدد استناني هوني حتى نرجع واقرا لي واطلب ربي باش يسترني،
كان ربي جابني في الصواب والسلطان مش متغشش عليا، راني كيف نرجع نبني زاوية هوني للسيد ونحطك انت الشيخ متاعها. وكان ما رجعتش اعرف راهو السلطان رماني في الحبس ولا للصيودة ولا المراس. وشد ثنية ومشى، قلبه يدق وخايف ويحسب في 1000 حساب، زمانتها على أقل شيء أكبر كبير هيتأثر راسه. يا أخي ما كانش ثم موجب للخوف متاعه. قبلوا السلطان قبول أحسن وقال له راني سمعت بيك اللي تحكم بالحق وترفق على الرعية وما تاكلش فلوس الناس، عيط لك باش نعلق لك النشان الهاميوني ونزيدك البلاد الفلانية تحكم فيها. وروح الاخر مش يطير بالفرحة يشطح في الكروسة، قال هذه كرامة الشيخ، الكرامة الأولى. رجع على ثنيته وصل لهاك البقعة، يلقى الراجل باسط كفوفه للسماء وعينيه مغربة وهو يقرأ ويلعلع ما فاطن بشيء. والراجل اطلع حتى هو أجمل وحيد، عجبته اللعبة وقال إذا كان رضى الله لازم نعمل أفار مع هالباشا هذا. وقفت الخيل وقفت الكروسة، الراجل مش هوني عمل نفسه مفطن بشيء، سابح في علم ربي. أهبط الباشا بخشوع وقف عليه، قعد يستنى فيه حتى رد السلام وتلفت، وقتها طبس وكب عليه. ها قالوا تقضات القرية ما هو يا باشا؟ قال له يا سيدي ببركة الشيخ وبفضل دعاك. اما لا يا سيدي تعرفش كيفاش، اقعد انت هنا، هاني توا مش نبعث لك البناية ويكون كل شيء على نظرك وتحت اشارتك، وكبر قد اللي يظهر لك، ما تخافش على المصروف. من غدويك خلطوا البناية، جات كرات الحجر جير الكذا الزليز، والاخر احفروا هوني اعملوا الساس هوني ابنيوا المقام هوني، هذوما بيوت، هذه ميضة، هذه المصلى، هذا اسطبل الخيل، هذا للخزين، هذا الغنم، هذا البقر، هذا الدجاج، هذه دار الشيخ. وجاو النجارة والحدادة والدهانة ولات زاوية، زاوية وعليها كلاب أعلى بعيد تظهر قبتها خضراء ورمانتها نحاس تللش في الشمس. سمعوا الناس بدات الزيار دازة، زاوية جديدة بناها الباشا على خاطر شاف إكرامة للشيخ، ودزت الخيرات ولات حظبة وسوق دلال والذبيحة ديمة كل يوم والدم يسيل. ما هو الجديد إلو طربة والقديم إلو ضربة. هاك الزاوية القديمة ما عاد مصفر عليها حد، لا زيار لا ماشي لا جاي، فروج الدجاج ما عادش يشوفوا الشيخ. نشد الخيوان تشتم يا جماعة، قالوا ما عرفوش الشيخ، قال تراه تستخبروا. اركب واحد منهم مشى، غاب 3 أيام رجع، قال يا سيدي راهي ثم زاوية جديدة على مسير 3 أيام من هوني، الناس الكل مروحت لها. عجايب، زاوية شكون؟ قال ما نعرفش، أنا شفت من بعيد. قال نمشي نشوف. شد ثنية، النهار الأول الثاني الثالثة يوصل، ضرب الكتف بالسيف في نجم شق الحظبة ووصل. أيا قال ميعاد منصوب، قعد من جملة الناس يخزر للشيخ. هذا مش من الخوان متاعي، هذا مش فلان اللي كنت هاك الأيام بعثته في قضية الزمير، هو مش هو، هو مش هو. خزر حتى الآخر تلفيته من التلفيتات جات العين في العين،
عقل الشيخ متاعو. أيا وفى الميعاد قراو الفاتحة، خرجوا جماعة بالواحد وكبوا على الشيخ. قعدوا هما الاثنين. قام كب على شيخه وقال له جيتك من جناب الله سامحني يا سيد الشيخ، راهو خاني عرفي وغواني الشيطان. قال له مليح مليح، قل لي شكون اللي مدفون هوني. قال له يا سيدي إذا كان الكذب ينجي صدقا جوانجا، راي النازلة فيها وفيها، بهيمك هو اللي مدفون تحت هالتابوت هذا. سامحني سامحني يا سيدي، ويكون الفضل منك، وانت راك في مقام الوالد والبو ما يتشددش مع ولده. قالوا لا 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 ما يسالش ما يسالش، كما يدين الفتى يدان. تعرفش انا شكون اللي مدفون عندي في الزاويه متاعي؟ بو هالبهيم هذا اللي دفنته وانت في زاويتك. وكلنا في الهوى سواء، انا دجال وانت تربيت عليا على يدي، وهاك طلعت دجال اكثر مني. لا هو الطبيب قل لي شكون قتله يا اخي، مش صالع هو.